اولا السلام عليكم للجميع. تمام. كلمتين هنقولهم مع بعض في البدايه. الكلمتين دول كانوا محشورين في زوري نقدر نقوله كده ايه من حوالي شهر. كان نفسي اتكلموا معاكم. النهارده الحصه سيادتكم بتاعه الجزء الثاني. المره اللي فاتت وقفنا لغايه التجاره، ما سيادتك ما كملناهاش. حصه النهارده بقى بتبدا اول حاجه بالتجاره. طبعا سيادتكم المره اللي فاتت احنا شفنا الاحتلال البريطاني لما دخل تم عمل قانون اسمه القانون الاساسي. ده سيادتك اللي عمله اللورد دافرن. سيادتكم الحصه اللي فاتت احنا كنا وصلنا لغايه القانون الاساسي بتاع اللورد دافرن اللي هو بيظبط او يبتدي ان هو يحط الخطوط العريضه اللي هيمشي عليها الاحتلال البريطاني في مصر. وعرفنا سيادتك كمان ان الاحتلال البريطاني لما اهتم بالزراعه على حساب الصناعه لتوفير الماده الخام وعشان خاطر انهيار المنتج المحلي المصري. بعدها بشويه دخلنا سيادتك في مجال الصناعه اللي اتدمر تماما بسبب ان هو كان مقيد بالضرائب او مقيد بالاعباء الماليه اللي موجوده. حصه النهارده احنا بدانا سيادتك بمجال التجاره. يا مستر مجال التجاره احنا عايزين نقارن ما بين التجاره ايام الدوله العثمانيه والتجاره ايام الحمله الفرنسيه والتجاره ايام محمد علي والتجاره ايام سقوط الاحتكار والتجاره ايام الاحتلال البريطاني. كم تجاره دول؟ كم تجاره؟ حلو. بس احنا مش هنتاجر بده كله. احنا هنقول تجاره الاحتلال البريطاني ونربطها بباقي الاجزاء. نشوفوا ايه العناصر المتشابهه والعناصر المختلفه معانا. مستر التجاره في ايام الاحتلال البريطاني ارتفاع شأن الوكالات الأجنبية. أنت بتقول يا مستر إن الوكالات الأجنبية وهم التجار الأجانب. طب أنا أقول لك حاجة يا مستر، تعالى كده نجيب الزمن لورا من أول المذكرة الأولى. أنت ناسي يا مستر إن في أيام السلطان العثماني أيام الدولة العثمانية. طب ما شاء الله. طب أروح أنا بقى. تمام؟ طب هنروح نلاقي عشان بس نفهم مع بعض. ايام يا استاذ الاحتلال البريطاني بيتشابه مع ايام السلطان العثماني. ليه؟ زياده الامتيازات الاجنبيه. السلطان العثماني اعطى امتيازات اجنبيه للاجانب عشان خاطر قدراتهم التنظيميه ده رقم واحد، قدراتهم على الاداره ده رقم اثنين، وعشان استثمار اموالهم في مصر ده رقم ثلاثه. يبقى الاجانب كان ليهم مكانه مرتفعه ايام الدوله مين؟ ايام الدوله مين؟ حلو خالص. انا سيادتك عايزك بقى كده تجيب لي التشابهات. اثنين، ايام محمد علي كان بيبيع للاجانب في مصر وبره مصر. احتكر التجاره كانت مصريه خالصه. كده سيادتك في البدايه احنا قلنا سيادتك الامتيازات اجنبيه اتحولت بقت مصريه في الحكومه المصريه. طب بعد سقوط الاحتكار بدات ترجع الوكالات الاجنبيه مره اخرى بعد سقوط الاحتكار. طب ايام الحمله الفرنسيه التجاره كانت مسؤوله من الحمله الفرنسيه ايام مينو لما قام باحياء التجاره الراكده. يبقى انا دلوقتي يا استاذ التجاره كانت موجوده في مصر في ايام محمد علي، موجوده ايام الحمله الفرنسيه اللي مينو احيا التجاره الفرنسيه اللي هي موجوده في مصر. رقم ثلاثه ده الاحتلال البريطاني يا استاذ بتقول لي زياده في الوكالات الاجنبيه. يعني الجماعه الاجانب دلوقتي يا استاذ المكانه بتاعتهم مرتفعه. هم مين؟ يعني كلمه وكالات يا استاذ مجموعه من الاجانب، مجموعه تجار اجانب موجودين ارتفعت المكانه بتاعتهم. ما شاء الله. ارتفاع المكانه بتاعتهم ده بيشبهني يا استاذ ايام الدوله العثمانيه. امتى؟ لما السلطان العثماني يا استاذ اعطى امتيازات للاجانب. حلو زي الفل. اثبت على النقطه دي. طب كده يا استاذ احنا كده التجاره اللي موجوده ايام الاحتلال البريطاني في يد الاجانب بس. هل المصريين يا بالتميز كانوا ماسكين تجاره؟ والله ما شافوها. احنا كنا. طب يا استاذ ايه دور الحكومه؟ الحكومه المصريه كانت شغاله ايه؟ الحمد لله الحكومه دورها تاميني. بتامن التجار الاجانب. بتامن التجار مين؟ هو مين اللي ارتفعت مكانته؟ التجار الاجانب. هل في تجار مصريين؟ لا مفيش. طب الحكومه كان دورها ايه؟ تامين. لفظ كلمه ان الحكومه دورها تاميني اتذكر قبل كده فين؟ اسماعيل عند مين؟ شفت ايه؟ لقطت منك باقي الكلام يا استاذ. الخديوي اسماعيل لما كان موجود في الحبشه بيفتحها لارجاع الدول الاوروبيه خطر جد محمد علي
كان دور المصريين تأمين التجار في الحبشة. ويجي هنا سيادتك الدور مرة أخرى، أنت عندي يا أستاذ الحكومة كان الدور بتاعها تأميني أيضا. ليه يا أستاذ تأميني؟ إن كده يا أستاذ الحكومة ليس لها دور تجاري، وإنما دورها تأمين التجار الأجانب. حلو. يبقى أنا دلوقتي يا أستاذ أنا عندي في التجارة زادت امتيازات أجنبية اللي هم سيادتك الوكالات الأجنبية اللي هم التجار الأجانب. وده بيشبهني بالظبط بفترة الحكم السلطاني العثماني، لما بالفعل يا أستاذ السلطان العثماني بدأ إن هو يدي امتيازات للأجانب في الفصل الأول. رقم 2 الدور بتاع الحكومة بتاعنا يا أستاذ تأميني. طب يعني إيه دور تأميني؟ يعني سيادتك بيأمن الجماعة الأجانب. وده بيشبهني بالعمنا إسماعيل لما عمل الكلام ده داخل مين؟ الحبشة. رقم 3 ودي أصعب حاجة حصلت من الاحتلال البريطاني. إيه يا أستاذ أصعب حاجة دي؟ أخطر مشروع تجاري. إيه هو؟ إنشاء البنك الأهلي. أقول لك ليه أخطر؟ يا أستاذة البنك الأهلي عامل له مصيبة كبيرة. المصيبة دي بتقول ربط العملة المصرية بالعملة الأجنبية. يعني سيادتك ربط العملة المصرية بالعملة الأجنبية، أي هزة في العملة الأجنبية بالارتفاع يعني انخفاض العملة المصرية. يعني العملة بتاعتك سيادتك دلوقتي مش هيبقى ليها قيمة بسبب مين؟ إن هي مربوطة سيادتك بعملة أجنبية. يبقى تاني أنا قلت ليه يا أستاذ أخطر مشروع؟ إنشاء البنك الأهلي ده وإن ربط كم العملة ببعض. 2 العملة المصرية بالعملة مين؟ قال لي يا أستاذ أي اهتزاز في العملة المصرية ولا الأجنبية؟ ولا المصرية؟ لا يا مستر والله الناس اللي معاك دول مصحصحين. إما يا أستاذ أي اهتزاز في العملة الأجنبية يعني نقص العملة المصرية. كده خلاص العملة المصرية يا أستاذ العملة الأجنبية ترتفع، العملة المصرية مالها؟ هتنخفض. هو المسؤول عن إصدار العملة المصرية. يعني سيادتك اللي بيقوم دلوقتي بطباعة العملة المصرية داخل مصر برضه سيادتك هو البنك الأهلي. يبقى أنا البنك الأهلي يا أستاذ لازم يكون أخطر مشروع. تخيل دلوقتي لما هو طب يا أستاذ هو عملته إيه البنك الأهلي كان في أيام الاحتلال البريطاني؟ كان يا أستاذ عملته الاسترليني. دي العملة اسمها الاسترليني، الجنيه الاسترليني زي الجنيه المصري عندك. طب الاسترليني ده يا أستاذ يرتفع في السعر الجنيه المصري يقل. طب عارف ده بيشبهني بمين؟ بالدولار حاليا. الدولار وصل ثمنه 50، الجنيه المصري قيمته انخفضت 50. ليه؟ بسبب اهتزاز العملات. يبقى استاذ انا لما اجي اتكلم دلوقتي عن التجاره في ظل الاحتلال البريطاني عندي 3 نقط. النقطه الاولى ارتفاع شان الوكالات. لا الناس كلها معايا، ارتفاع شان الوكالات. الوكالات الاجنبيه ارتفعت زي ما كانت مرتفعه ايام الدوله لما السلطان العثماني اعطى امتيازات للاجانب بسبب تنظيمه وبسبب حسن الاداره. رقم 2 الحكومه دورها وده بيشبهني باسماعيل فين؟ حلو. رقم 3 اخطر مشروع كان البنك مين؟ البنك الاهلي يا استاذ. ربط العمله المصريه بالعمله الاجنبيه وكان هو المسؤول سيادتك عن اصدار مين؟ العملات. فيهم اي صعوبه كده؟ لا. اتفهمت التجاره؟ لا نعيدهم من جديد. اول حاجه سيادتك التجاره مين اللي ارتفع الشأن بتاعه؟ الوكالات الاجنبيه. الوكالات ايه؟ وده بيشبهني بالدوله لما اعطت الامتيازات زي الفل. رقم 2 الحكومه دورها؟ الحكومه دورها ايه؟ دورها تاميني. طب ورقم 3 اخطر مشروع كان مشروع ايه؟ وده سيادتك ربط العمله المصريه بالعمله وهو المسؤول عن اصدار العمله المصريه اللي موجوده. فعشان كده يا استاذ كان يعتبر من اصعب المشاريع اللي كانت موجوده. رقم 2 التعليم. استاذ التعليم. طب يلا نجيب مقارنه ثانيه بين مين ومين ومين. التعليم ايام الدوله العثمانيه والتعليم ايام محمد علي والتعليم ايام الحمله الفرنسيه والتعليم ايام عباس وسعيد والتعليم ايام اسماعيل والتعليم ايام الاحتلال. 6 تعليم. كم تعليم دول؟ كم تعليم؟ طب تعالى نناقش بعض.
لو احنا جينا اتكلمنا دلوقتي عن التعليم ايام الدوله العثمانيه، ساد الجهل والسحر والتخلف، تم سيادتك اقتصار التعليم على الازهر والكتاتيب، فعشان كده انتشر السحر والشعوذه زي استاذ. ما كانش فيه تعليم، كان في حاجه اسمها جمود وتعقيد. يعني ايه جمود وتعقيد؟ يعني التعليم واقف، ما فيش تعليم يا مصر. طب تعالى نمشي شويه نروح على محمد علي. ده اصدار بعثات يا استاذ للخارج وعمل مدارس. اصدر بعثات للخارج وعمل لي مدارس. التعليم ازدهر. علاقه عكسيه مع الدوله العثمانيه. نكمل نخش على مرحله ثالثه. انا دلوقتي بعمل مقارنه ما بين مراحل التعليم على مستوى سيادتك دلوقتي الكل اللي حكموا مصر في بدايه المنهج. قلنا السلطان العثماني جمود وتعقيد. ليه؟ اصل التعليم اتوقف عنده. ما كانش عنده تعليم بسبب سياده السحر والشعوذه والتخلف، وان التعليم مقتصر على الازهر والكتاتيب. مشيت شويه رحت على الحمله الفرنسيه، لقيتهم عملوا لي حاجه اسمها مجمع علمي، وده سيادتك لربط العلم بالسياسه. بدا التعليم ايه؟ يعلى. سيادتك رقم ثلاثه رحنا داخلين يا استاذ بعد كده على مين؟ على سيادتك خلفاء محمد علي يا استاذ. بس قبلها محمد علي نشوفوه الاول. تمام، محمد علي يا استاذ كان عنده ابتكار وتجديد. ليه؟ بعثات ومدارس. كده سيادتك التعليم بدا ان هو ايه؟ بيزداد. كان الاول ميت في ايام الدوله العثمانيه، طلع ارتفع شويه ايام الحمله الفرنسيه في المجمع العلمي، طلع محمد علي لما عمل لي بعثات ومدارس، تراجع تاني ايام عباس وسعيد، اغلاق المدارس سيادتك، ودلوقتي اغلاق ديوان المدارس. رجع يرتفع في ايام عمنا اسماعيل لما عمل لي مدارس للبنات وغير الاحتفالات والمدارس الصناعيه والمحاسبه. جاء ايام الاحتلال البريطاني مات. ليه؟ بسبب سيادتك ارتفاع اسعار التعليم. التعليم كان سيادتك باسعار مرتفعه، كان بمصروفات مرتفعه، ما كانش سيادتك قطاع مجاني، كان سيادتك بقطاع مصروفات. زي المدارس التبشيريه والارساليه بتوع عباس وسعيد. طب دلوقتي يا استاذ يبقى انا عندي التعليم واحد تميز بانه باسعار مرتفعه. حلو. طب اسعار مرتفعه يعني يا استاذ كان بمصروفات. حلو. طب يا استاذ ما دامت ان هو بمصروفات، مين اللي هو هيتعلم؟ الاعيان اللي معاهم فلوس. الناس اللي معاها فلوس بس هي اللي تتعلم، زي القطاع الخاص اليومين دول، اللي معاه فلوس يخش سيادتك. بلاش نتكلم. تمام؟ يبقى السياسه دلوقتي احنا اللي شغالين فيه ان احنا والله التعليم كان عندنا بيتميز ان هو باسعار مرتفعه وكان بمصروفات، فعشان كده التعليم كان مقتصر على طبقه الاعيان. اما يظهر معايا حاجه دلوقتي يا استاذ، التميز الطبقي، عدم عداله اجتماعيه. يعني سيادتك عندك تميز طبقي وفي نفس الوقت ما فيش عداله اجتماعيه. مين كان ماسك التعليم في الوقت ده؟ قال لك المستشار الانجليزي دان لوب. المستشار الانجليزي دان لوب. اكتب سيادتك الاسم بتاعه دان لوب. الواد دان لوب ده يا استاذ هو اللي خلى التعليم اللي موجود عندنا يا بنت يا مي بمصروفات، ولا خلوه باسعار مرتفعه. كده هيبقى في تعليم. مين اللي يمسك التعليم في الوقت ده؟ الاعيان. سيادتك هي وسيله تجاريه، بس في نقطه، هو مش يقصد بالتجاره. عارف هو يقصد بيه ايه؟ مرحله الخمود والتعقيد، مرحله الجمود. يعني ايه؟ يعني مرحله قتل التعليم خالص، ان ما يبقاش عندنا تعليم تماما. ما انت سيادتك هنربط دلوقتي هنقول مين متشابه ومين مختلف. يبقى جمود، تعقيد، عندك خمود، مرحله تخلف. الكل ده كان موجود ايام الاحتلال البريطاني. يبقى الواد دان لوب المستشار الانجليزي قتل حاجه يا استاذ اسمها مرحله الابتكار، قتل حاجه اسمها مرحله التجديد، قتل حاجه اسمها مرحله الابداع، بسبب ان التعليم دلوقتي بقى باسعار ايه؟ مرتفعه. بقى سيادتك باسعار مرتفعه دلوقتي، مفيش حد هيتعلم غير الجماعه الاعيان. كده الشعب كله سيادتك هيبقى نسبه الاميه فيه ايه؟ مرتفعه شويه. بس اقول لك دقيقه، التعليم ده نتج عن مين؟ اتجاه سلبي واتجاه ايجابي.
لا سيادتك، وبالنسبه لمصر بس مش دلوقتي، هيبقى ايجابي بطريقه غير مباشره. عارفه ازاي؟ اولا سلبي، هو غرض التعليم ايه؟ اخراج طبقه من الموظفين لخدمه، لا لخدمه الاجانب. انا هشغلوا موظفين في الحكومه، ما دام سيادتك موظفين في الحكومه يبقى لخدمه مين؟ بس هيبقى خدامين عند الاجانب. ده السلبي، ان سيادتك الموظف مش لخدمه وطنه، الموظف لخدمه مين؟ الاجانب. طب وسيادتك الايجابي، ان حتى لو كان سيادتك في موظفين طالعين دول عندهم الثقافه، عندهم سيادتك تعليم، هم اللي هيبتدوا يظهروا روح الحركه الوطنيه فيما بعد. انا قلت لكم شويه ايه؟ طريقه ايجابيه غير مباشره، ان هيبقى برضه عندي نسبه مثقفين متعلمين يبتدوا يظهروا لي الحركه ايه؟ الوطنيه. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر واحد. واحد سلبي، في الوقت ده كان سلبي بالفعل يا استاذ، ان انت كان مسؤول عن ايه؟ اخراج دلوقتي طبقه موظفين خدمه اجانب. طب والايجابي غير مباشر، ازاي؟ ان فيما بعد هلاقي ناس مثقفه تقدر ان هي تشتغل معايا في الحركه الوطنيه. بعد الفتره من 40 سنه الاولانيه في الاحتلال، لا ده هو قعد سيادتك 74 بس. السيادتك انا بقول لك ال 40 سنه الاولى ايه اللي حصل فيهم؟ نسبه الاميه من البنين 92% والبنات 97%. يا حسرة عليك يا قلبي، الوطن بتاعك بقى وطن امي. يعني ايه امي؟ يعني ما فيش حد متعلم غير نسبه ضئيله. عشان كده ساد في مصر مرحله الجهل والتخلف، ساد في مصر مرحله الجهل وايه؟ تعالى نرجع من جديد. التجاره مين كان ماسكها؟ الوكالات الاجنبيه. حلو خالص، ده بيشبهني بالدوله. لما تم اعطاء الامتيازات لمين؟ ادي واحد. الحكومه دورها زي ايام اسماعيل فين؟ حلو. رقم 3 اخطر مشروع اللي هو البنك، وده سيادتك رابط العمله المصريه بالعمله، وده بيشبهني بالدولار حاليا، وده يا استاذ مسؤول عن اصدار العمله. التعليم كان خاضع لواحد اسمه دان لوب. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هل كان عنده ابتكار وتجديد؟ كان عنده ايه؟ غموض تعقيد. كان متوقف عنده التعليم يا استاذ، مما ترتب عليه في النهايه نسبه الاميه من البنين 92 ومن البنات كام؟ حل التدريب في ظرف 3 دقائق. الدرس رقم 5 واخر درس موجود عندك سيادتك في الفصل الثالث. احنا ادينا شغالين مع بعض. احنا سيادتكم اخر حاجه شفناها من شويه كان الاحتلال البريطاني في مجال التجاره، والاحتلال البريطاني السيادتك في مجال التعليم. دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن الحركه الوطنيه. حركه وطنيه ايام الاحتلال البريطاني. عايزين سيادتك نشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل. الحركه الوطنيه اللي كانت موجوده فين؟ احمد عرابي. طبعا انا وقاعده كده في نفسي في البيت بسال نفسي، هو مش كان في احمد عرابي وكان في عبد العال وكان في الواد مصطفى فهمي وكان في راغب وكان في شريف ومحمود سامي البارودي، كان في ناس كتير. هي الناس دي راحت فين؟ ايه اللي حصل لهم؟ هم مشوا؟ طب هو في حاجه حصلت؟ هنشوف دلوقتي. ما تخافيش، مش هناخده كله. تمام؟ الكلام ده كله بيدور في دماغي انا وبذاكر. الناس ده غرض فين؟ ده كانوا جارفين فصل باكمله. الواد الفجر اللي اسمه احمد عرابي اللي كان شغال لنا بحركه الوطنيه الفجريه ده ودوه فين؟ الواد عبد العال اللي كان عامل لي 7 رجاله ببعض ايام سيادتك دلوقتي لما عزلوه من قلاي طرة ودوه سيادتك مقر الحربيه، راح فين؟ الواد فهمي الزميل الثالث ليهم ايه مصيره؟ وابو بارودي، تمام، محمود سامي البارودي، ايه كانت الدنيا بتاعته؟ كل سيادتك دي افكار بتفكر في دماغي. تعال نشوف سيادتك الحركه الوطنيه دلوقتي في اول 10 سنين من الاحتلال، يعني بمعنى صح من 1882 ل 1892. ايه اللي حصل؟ دول يا استاذ حوالي 10 سنوات. طب ايه رايك تعال نشيل كلمه 10 سنوات؟ ممكن نقول يا استاذ عقد من الزمن. طب ايه رايك تعال نشيل كلمه 10 سنوات وعقد من الزمن نخلوها ايه يا استاذ؟ اواخر القرن ال19. طب ايه رايك تعال نشيل كلمه اواخر القرن ال19 نحط حاجه ثاني؟ العقد التاسع من القرن ال19. وانت يا استاذ عطتنا المعلومات دي كلها ليه؟
اصل لما بيجيني في امتحان اخر السنه ما بيجيبليش تاريخ، بيلعب لي على الالفاظ دي. الاحتلال قعد كام عقد؟ طب يا استاذ انا دلوقتي العقد فيه كام سنه؟ طب يا استاذ هو انا دلوقتي كان في اواخر القرن الكام؟ طب في العقد الكام من القرن 19؟ الكلام ده كله سيادتك بيدور باسئله. يبقى انا دلوقتي يا استاذ في خلال ال10 سنوات الاولى من الاحتلال، في خلال العقد الاول من الاحتلال، في نهايه القرن ال19، في العقد التاسع من القرن ال19، جبتها ازاي؟ سيادتك لما اكون عايز اعرف القرن بجيب اول رقمين زائد 1 يبقى ده القرن الكام؟ عرفت انا جبتها ازاي؟ العقد سيادتك احنا قلنا العقد 10 سنوات تمام؟ من 1 ل 9 عقد اول، 10 19، 20 29، 30 39، 40 49، 50 59، كل 10 سنين. مش القرن فيه 100 سنه؟ انا قسمت ال 100 سنه على 10 بقى عندي 10 عقود. فهمت سيادتك انا جبتها ازاي؟ القرن قلنا بيحتوي على 100 عام. 100 ايوه 100 عام 100 سنه تمام؟ بس باللغه العربيه الفصحى اللي انا ما فهمهاش تمام؟ طب ال 100 سنه دول عايز اعرفهم كم عقد؟ بقسم على 10 تمام؟ عشان معروف ان القرن فيه 10 عقود. طب حلو 10 100 على 10 يبقى 10 سنوات. من 1 لغايه 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ادي 10 تمام؟ ادي الاولانيين. بعد كده من 11 ل 20، بعد كده من 21 ل 30، بعد كده من 31 ل 40. ان هو دلوقتي في العقد التاسع تمام؟ سيادتك الكلام ده كله اللي حصل اثناء نهايه القرن ال 19. يبقى استاذ انا دلوقتي في ال10 سنوات الاولى من الاحتلال البريطاني عقد من الزمن، سيادتك نهايه القرن ال 19 العقد التاسع. اللي حصل توقف، اخراس، جمود، كتمان للحركه الوطنيه. يعني ما فيش حركه وطنيه تماما. سيادتك بيقول لك هنا ايه؟ في خلال ال10 سنوات الاولى جفت دماء الحركه الوطنيه. شفت قال لك ايه؟ جفت دماء الحركه الوطنيه. يعني ايه جفت دماء الحركه الوطنيه؟ يعني اصبح ما عنديش حركه وطنيه خالص. ال10 سنوات الاولى كانت بتسمى بمرحله التراجع والاستسلام. ايه السبب؟ ان تميزت ال10 سنوات الاولى بالتراجع والاستسلام. سيادتك انا لسه ما قلتلكيش سبب جفاف الحركه الوطنيه ايه؟ ما جفاف الحركه الوطنيه هتعرف من خلاله الزعماء اللي كانوا عندي راحوا فين. يبقى انا دلوقتي استاذ انا قلت ان جفت دماء الحركه الوطنيه. ما هي اسباب جفاف دماء الحركه الوطنيه؟ ايه اللي حصل يا استاذ اللي خلى الحركه الوطنيه توقف؟ ايه اللي حصل في مصر يا استاذ اللي خلى ان الحركه الوطنيه تتميز بالاستسلام والتراجع؟ اكيد في سيادتك عناصر او عوامل حصلت. زي ايه؟ 1 وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني. استاذ طب ما احنا عارفين ان مصر وقعت تحت الاحتلال البريطاني، فرقت ايه يعني؟ قديمه سمعناها. لما سيادتك معلش الجديد ان وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني ترتب على ايه؟ اعتقال ونفي الزعامه الوطنيه. اعتقال يعني اتسجن، ونفي يعني اتطرد بره البلد. قال لك حيث ان من زعماء الحركه الوطنيه منهم من اعتقل ودخل السجن ومنهم من نفي خارج البلاد. زي مين اللي اتنفى خارج البلاد؟ احمد عرابي. فده سيادتك اتنفى خارج البلاد. يبقى انا دلوقتي يا استاذ لما اجي اتكلم وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، ايه اللي حصل يا استاذ؟ ادى الى اعتقال ونفي بعض الزعماء. اعتقال ونفي بعض ايه؟ هو سؤال يا استاذ، هو مين اللي بيحرك الحركه الوطنيه؟ ما الزعامه، والزعامه موجوده في البلد. عملت ايه؟ نصها في السجن والنص اوروفوار على الخارج مطرود. احمد عرابي اتنفى للهند. طبعا سيادتك كان هو الزعيم الحركه اللي موجوده. اصبح ليس هناك دلوقتي من يتولى حركه الزعامه. يبقى رقم 1 من اسباب جمود الحركه الوطنيه. احنا قلنا الحركه الوطنيه وقفت كم سنه؟ لا مش عاجبني الاسلوب ده. كم سنه؟
10 سنوات اللي هم يعتبروا ايه؟ عقد من الزمن. عقد مين؟ اللي هو اواخر القرن الكام؟ حلو قوي يا استاذ. السبب الرئيسي كان وقوع مصر تحت الاحتلال. الزعامه حصل لها ايه؟ اعتقال ونفي. اعتقال ايه؟ ده اول سبب من اسباب كتمان، صمت، جفاف دماء الحركه الوطنيه. الرقم 2 السلطه الفعليه في يد مين يا استاذ؟ المعتمد البريطاني اللورد كرومر. سياده كرومر بتاع مصر ده ضفرن بتاع الاستانه. ضفرن ده اللي حاطين له القانون الاساسي. اما ده كرومر اللي قاعد معانا في مصر اللي قلنا هيقعد معانا 25 سنه ما شاء الله. ماذا ده يا استاذ؟ بتتميز فتره الحكم بتاعته بالشده والعنف واستخدام الاحكام العرفيه. يعني سيادتك الاحكام المشدده، شدد الرقابه سيادتك على الدوله، مسك الدوله بيد من حديد، قدر ان هو يستخدم اسلوب الشده والبطش والعنف. الكلام ده كله ليه يا بنت يا مي؟ كعمليه تخويف وترهيب الشعب. نهايه منشور نابليون. تمام. اما هنا سيادتك المعتمد البريطاني راجل ياد في اعلان كان بيقول ايه؟ لو راجل كل، وانت لو راجل اطلع بثوره وشوف كرومر هيعمل لك ايه. مستنيك يا معلم عشان خاطر يروح قفشك ويرميك في المعتقل. يبقى سيادتك السلطه الفعليه في يد المعتمد البريطاني كرومر، واستخدام الشده والعنف واستخدام سيادتك الاحكام العرفيه كان سبب رئيسي وراء ما يسمى تخويف وترهيب. عارف ده عامل زي مين؟ زي بابا يوم النتيجه، صح؟ هناخد كات، اصبر عليا. يبقى سيادتك عمليه التخويف والترهيب اللي بتحصل يا استاذ من عمنا كرومر. يبقى استاذ لما اجي اتكلم جفاف دماء الحركه الوطنيه، قلنا ان مصر وقعت تحت الاحتلال مين؟ في عمليه ايه؟ وعمليه لمين؟ ما فيش حد يا استاذ يحرك الحركه الوطنيه. رقم 2 السلطه الفعليه في يد مين؟ كرومر. كرومر سيادتك ايه رايك؟ حنين؟ لا. قلبه حنين؟ اما القلب ايه يا استاذ؟ شده وعنف واحكام عرفيه. عمل لي ايه للشعب؟ ترهيب وتخويف. خلى الشعب سيادتك ما يطلعش بايه؟ حركه وطنيه. نسكت اهو. لا. امال ايه اللي حصل يا استاذ؟ قال لك والله رقم 3 جميع الادارات اللي موجوده في مصر موجوده تحت الاداره مين؟ الانجليزيه. اللي هي سياسه ايه؟ النجلزه. ابو هس النجلزه اللي هو طابع جميع الادارات المصريه بالاداره الانجليزيه. يعني كل الادارات اللي موجوده في مصر ماسكينها مين؟ الانجليز. زي مين يا استاذ؟ شرطه، جيش، اشغال، مال، حقانيه. يا استاذ لا، ده اللي ماسكينها سيادتك ناس انجليز اجانب. انت بتتكلم عن 5 عناصر ودول يعتبروا مين؟ الوظائف السياديه للدوله. انت بتتكلم عن مفاصل الدوله. اما ده عشان يسهل للاجانب ايه؟ الاحتلال. لما كنا انا ماسك جميع الوظائف السياديه كده الاحتلال البريطاني يسهل عليا سيادتك السيطره على الشعب. يبقى انا دلوقتي يا استاذ رقم 3 وقوع الوظائف والادارات تحت الاداره الانجليزيه اللي هي سياسه النجلزه. ايه ده استاذ سياسه النجلزه دي؟ قال لك يا استاذ النجلزه دي اللي هي جميع الوظائف المصريه تبقى تحت الاداره الانجليزيه. طب ما في حاجه ثانيه. زي مين يا استاذ الوظائف دي؟ المال، الشرطه، الجيش، الحقانيه اللي هي وزاره العدل اللي هو القضاء، سيادتك كمان الاشغال. طب ما كده يا استاذ ايه السبب؟ ايه اللي خلى بريطانيا تعمل الحركه دي؟ السيطرة على مفاصل الدولة، السيطرة على الوظائف السيادية بتاعت الدولة. حلو. يبقى استاذ احنا لما نيجي نتكلم احنا عندنا رقم 3 وقوع الوظائف يا استاذ والادارات تحت الاداره الانجليزيه اللي هي سياسه النجلزه. ترتب عليه ايه يا استاذ؟ 1 المال والشرطه والجيش والحقانيه والاشغال تحت يد الاجانب. طب ما كده يا استاذ عملنا ايه؟ السيطره على مفاصل الدوله. وايه تاني؟ السيطره على الوظائف السياديه. يبقى نعيد من جديد. احنا سيادتك الحركه الوطنيه
عندي حاله من حالات الجفاف بتاعه الدماء توقفت. ايه سبب توقفها؟ قال لك مصر تحت الاحتلال مين؟ وكده سيادتك الزعماء حصل لهم ايه؟ اعتقال ونفي. اعتقال مين؟ حلو. السلطه الفعليه في يد كرومر. السلطه الفعليه في يد مين؟ الراجل ده كان حنين، استخدم الشده والعنف والبطش والاحكام العرفيه تجاه الشعب المصري مما ترتب عليه عمليه ايه؟ تخويف وترهيب الشعب. رقم 3 وقوع الوظائف والادارات تحت الحكم الانجليزي اللي هي سياسه مما ادى للسيطره على الوظائف السياديه. السيطره على وظائف مين؟ يسكت. قال لك لا، لازم سيادتك انكد عليهم اكتر. اللي هو مين؟ الواد توفيق. خضوع الخديوي توفيق للسيطره الاجنبيه. ليه يا استاذ كان خاضع قوي كده وكان بيتميز بالانهزاميه والخضوع والاستسلام؟ هم ماسكين عليه زله، ماسكين عليه فيديوهات، ماسكين عليه صور. هم ماسكين عليه ايه؟ ان هم مفهمينه ان محدش حماك من احمد عرابي ومن الثوره العرابيه الا مين؟ الانجليز. اما انت سيادتك الوهم ده مصيبه. ليه؟ ده الوهم امر من المرض. المرض انا مريض، اما الوهم انا كل شويه بفكر هو انا مريض ولا مش مريض؟ هو انا مجنون ولا مش مجنون؟ قال لي ابنك مجنون يا حاج. قال لي مش مجنون يا دكتور. فيقعد سيادتك يفكر هو انا مجنون ولا مش مجنون؟ صح ولا لا؟ يبقى انا دلوقتي يا استاذ السبب لانهم اقنعوه انهم السبب وراء حمايته من الثوره العرابيه. خير كتير. حتى سيادتك السلطه اللي موجوده في البلد اللي هو عمنا الخديوي سيادتك توفيق بقى خاضع لمين؟ للانجليز. متخيل حاميها حراميها دلوقتي. تمام؟ يعني ماسكين البلد هم مين؟ الانجليز. رد عليه. رقم 5 يبقى استاذ احنا عندنا جفه الدماء وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني. السلطه الفعليه في يد المعتمد البريطاني اللورد كرومر. سيادتك وقوع الوظائف الاداره تحت الاداره الانجليزيه. خضوع الخديوي التوفيق للشده اللي موجوده. احنا بعد ما سيادتك شفنا الاربع عناصر اللي هم سبب جفاف الحركه الوطنيه اللي كانت موجوده. رقم 5 معانا يا استاذ بتختلف. ليه؟ الشخصيات الوطنيه في منهم بقى ميال للاجانب، ده رقم 1. في منهم سيادتك اشتغل في الاعمال الحكوميه. رقم 3 في منهم سيادتك اشتغل في الاعمال الخاصه. يعني انا خلاص الحركه الوطنيه اللي كانت موجوده عندي اللي هم الزعامه اللي كانت موجوده، الناس دي خلاص لقت زي ما بيقولوا ايه ان شغل الحركه الوطنيه والهيجان اللي حصل ما بيوكلش عيش. طب هنعمل ايه؟ قال لك احنا نبقى مايلين للاجانب احسن، او سيادتك نشتغل في الاعمال الحكوميه او نشتغل في الاعمال الخاصه. طب ده سيادتك ظهرت معايا عناصر اسمها عناصر ايه؟ الانهزاميه. اللي هم سيادتك زي ما يقولوا معاهم عليهم ماشيين مع الدفه. طب كده يا استاذ خلاص جفت دماء الحركه الوطنيه تماما. يبقى لما اجي اناقش الحركه الوطنيه وابص على جفاف الدماء بتاعها، احنا قلنا جفت دماء الحركه الوطنيه لمده كام سنه؟ لمده كام سنه؟ كان نرجع نصحى تاني لمده كام سنه؟ طب ال10 دول يساوي ايه؟ عقد من الزمن. تمام. سيادتك بقى كده جه قال لك ان اول حاجه الحركه الوطنيه يا استاذ تميزت بالتراجع والاستسلام بسبب وقوع مصر تحت الاحتلال مين؟ تحت الاحتلال مين؟ زي الفل. ادى الى ايه؟ اعتقال ونفي. اعتقال مين؟ لمين؟ العمل الوطنيه. في بعد كده السلطه الفعليه في يد المعتمد كرومر، وده اللي بيتميز بالشده والعنف واستخدام الاحكام العرفيه. طب ده كله عشان نعمل ايه؟ عمليه تخويف وترهيب للشعب. رقم 2 او رقم 3 وقوع الوظائف والادارات تحت الاداره الانجليزيه اللي هي سياسه مين؟ النجلزه. في مين؟ في المال والشرطه والجيش والحقانيه والاشغال. وده ادى لايه؟ السيطره على مفاصل الدوله والسيطره على الوظائف السياديه. 4 خضوع الخديوي التوفيق لمين؟ ان هم مقنعين ان هم السبب وراء حمايته من الثوره العربيه واحمد عرابي. طبعا ظهرت معايا عناصر انهزاميه تتميز في الشخصيات الوطنيه زي ميال للاجانب والاعمال الحكوميه والاعمال مين؟ الخاصه. دلوقتي بقى عايزين نعرف بالرغم من الظلام اللي كان موجود في الحركه الوطنيه والسواد اللي موجود الا ان لازم يبقى عندي بصيص امل. كده سيادتك عرفنا الاسباب بتاعه جفاف الحركه الوطنيه. احنا قلنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هو بصيص الامل اللي موجود عندي اللي هيبتدي ان هو يرجع لي الحركه الوطنيه ويحييها مره ثانيه. ايه هو استاذ شعاع النور اللي موجود يا استاذه؟ بعد اذنكم ما يلقاش اي حاجه خشوه نهائيا.
بعد ما شفنا الكلام ده احنا هنشوف دلوقتي ما هي أشعة النور، ما هي الأمل اللي هيبقى موجود في مصر اللي ممكن يرجع لي الحركة الوطنية مرة أخرى. بصوا مع بعض كده، عودة الحركة الوطنية. أنا عايز أعرف إيه بصيص الأمل اللي هيحصل عندنا هنا في مصر، وإيه اللي خلاها سيادتك إن هي تبتدي ترجع مرة ثانية. قال لك يا أستاذ أول حاجة هتبقى سبب وراء الرجوع مرة أخرى هي اسمها الجمعية الحقانية. الكلام ده صح؟ لا، ده الجمعية الحقانية الساتك ده بتاعت محمد علي. طب وانت يا استاذ ليه اتلخبطت في النقطة دي؟ اصل كلهم اسمهم جمعيات. انا ممكن سيادتك اول ما اخش جمعية، والله انا افتكرت ان اسمها جمعية حقانية، لا ده بتاعت العدل بتاعت محمد علي. ما اسمها ايه؟ جمعية الانتقام. هينتقم. حلو يا استاذ، الناس مصحصحة. جديد سيادتك مش جمعية حقانية، اسمها يا استاذ جمعية الانتقام. مالها جمعية الانتقام دي يا استاذ؟ ايه؟ بعض بصيص الامل من الزعامه هو اللي هينتقم. هيبتدي السياتيك يرجعوا مره ثانيه، السياتيك الحركات الوطنيه تظهر. ايه اللي هيحصل يا استاذ؟ الجمعيه دي المفروض معموله في سريه تامه. احنا قلنا السياتيك عوده الحركه الوطنيه مره ثانيه، عادت ازاي يا استاذ؟ من اول جمعيه الانتقام. طب جمعيه الانتقام دي يا استاذ هل معموله في علنيه ولا معموله في سريه؟ قال لك يا استاذ معموله في سريه. طب ليه؟ قال لك يا استاذ معموله لاغتيال الانجليز. مهمتها سيادتك اغتيال مين؟ الانجليز. يعني ايه اغتيال الانجليز؟ اخلص عليهم. سريه تامه. طب يا استاذ ده احنا عندنا كان قبل كده جمعيه حلوان اللي هي جمعيه الحزب الوطني، دي برضو كانت معموله بسريه ايه؟ بس هدفها ما كانش اغتيال الانجليز. خلي في علمك جمعيه الانتقام دي، جمعيه الانتقام معموله كوسيله عنف سياسي، ان هي مستخدمه اسلوب عسكري. استخدم سيادتك دلوقتي الاسلوب اللي هتقدر تقول عليه ايه؟ ميليشيات عسكريه. كلمه ميليشيات يعني مجموعه عسكريه الهدف بتاعها اغتيال العدو. طب يا استاذ انا عندي دلوقتي الجماعه المصريين خلاص اتحولوا من دبلوماسيه سياسيه بجمعيه حلوان ومصر الفتاه الى جمعيه العنف السياسي. اصبح عندي دلوقتي اسلوب عسكري، اصبح دلوقتي بيتخذ الحج بالذراع. يعني سيادتك دلوقتي مهمتي اغتال الانجليز. قصه صغيره، احنا سيادتك زمان في ايام الكلام ده الاحتلال البريطاني كان في حاجه اسمها الكلوب. ايه الكلوب ده؟ زي كباريه كده، تمام؟ اللي كان بيحصل ايه؟ ان سيادتك يجوا دلوقتي يعني لا مؤاخذه اللي هم النساء اللي موجودين داخل الكلوب والحاجات دي يغروا الضباط الانجليز. اول ما يغروهم يروحوا طالعين بيهم على مناطق نائيه. يعني مناطق نائيه؟ مناطق مقطوعه. في رجاله الحركه الوطنيه بتبقى مستنيه هناك، تروح عامله ايه؟ واخدينهم سيادتك مستدرجينهم لغايه ما يوصلوا للمنطقه دي. وفين يوجعك يا حاج؟ لغايه ما يخلص عليهم. ايه؟ ازاي تقدر شبيه الحرب المناوشات الموجوده في الصعيد، تمام؟ بس دي كانت في سريه تامه. ايه اللي بيحصل يا استاذ؟ يروحوا قاتلين الضابط ولا العسكري من دول واخدين السلاح يخزنوه عشان هم يطلعوا ثوره ده معاهم السلاح اللي يقدروا يدافعوا بيه ايه؟ عن نفسهم. يبقى انا لما اتكلم دلوقتي يا استاذ على جمعيه الانتقام اللي معموله في سريه تامه، معموله بهدف عسكري، العنف السياسي، اغتيال الانجليز. تتشابه في السريه التامه مع مين؟ مع جمعيه حلوان اللي هي جمعيه الحزب الوطني. طب اقول لك حاجه يا استاذ، هل الجمعيه دي استمرت وما اتعرفتش زي جمعيه حلوان؟ جمعيه حلوان يا استاذ فشل رياض باشا في معرفه اعضائها. اما سياده جمعيه الانتقام سرعان ما تم التعرف على اعضائها واعدامهم. ايه؟ انت واحد قاعده تحت احتلال بريطاني واللي ماسكك اسمه كرومر، تمام؟ سيادتك عندك بوليس سري وعندك الجيش البريطاني وعندك البوليس المصري الخاضع للجيش البريطاني. الاجهزه دي كلها سيادتك بتتبعك. اما انت رياض باشا على قد كده كان خيبان، ما كانش قادر ان هو يوصل للدرجه بتاعت الاحتلال البريطاني. اما انا عندي الاحتلال البريطاني يا استاذ سرعان ما اتعرف على الاعضاء بتاعهم وتم اعدامهم. طب تعالى نرتب افكارنا كده واحده واحده.
يا استاذ احنا اول ما كانت عندي خمود للحركه الوطنيه رجعت الحركه الوطنيه بقى ليها بصيص امل. اول سيادة امل موجود هو سيادة جمعيه الانتقام، كان معمول في سريه تامه. بس اقول لك حاجه يا استاذ، الهدف بتاعهم اغتيال الانجليز. الاول كانت اساليب دبلوماسيه سياسه ناعمه، اما هنا يا استاذ الاسلوب بتاعنا عسكري عنف سياسي، هو اغتيال الانجليز. الاثنين في سريه، سواء جمعيه انتقام او جمعيه سيادتك حلوان او اللي هي جمعيه الحزب الوطني. بس جمعيه الحزب الوطني بشر رياض بشر في معرفه اعضائها. اما جمعيه الانتقام سرعان ما الاحتلال البريطاني عرف الاعضاء بتوعهم وتم اعدامهم. يبقى التشابه في السريه والكتمان، الاختلاف واحده اتعرفت بسرعه والثانيه ما اتعرفتش. طب حلو. رقم 2 جريده العروه الوثقى. طب جريده العروه الوثقى استاذ مين اللي عملها؟ واحد اسمه جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده. يا استاذ محمد عبده ده مش شيخ الازهر؟ رابع مره للازهر الشريف يتدخل في الشؤون السياسيه. ليه؟ اول مره ثوره القاهره اولى، ثاني مره ثوره القاهره ثانيه، ثالث مره حلف اليمين بتاع احمد عرابي وزملاته، رابع مره سياده جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده لما عملوا له جريده العروه الوثقى. بتعمل ايه الجريده دي يا استاذ؟ مهاجمه الاحتلال عن طريق الاعلام والثقافه. اعلام والصحافه، كل ده سيادتك ممكن اقوله. يبقى انا دلوقتي ده جانب عسكري عنف سياسي موجود. اما عندي يا استاذ جريده العروه الوثقى بتاع جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده لسياده الجانب الثقافي او الصحافه او الاعلام اللي موجود. يبقى زي مين ونابليون لما استخدموا سياده جريده التنبيه. برافو عليكي، عندك دلوقتي تشابه مع عمنا مينو وعمنا نابليون لما استخدموا يا استاذ الصحافه والاعلام لتثبيت حكمهم. بالظبط، عشان سيادتك دول برضه كانوا موجودين ايام الحمله الفرنسيه استخدموا للاعلام والصحافه. زي اسماعيل لما اطلق حريه الصحافه في نهايه عهده ضد التدخل الاجنبي. تشابهات كتير لو هنربط المنهج ببعض. يبقى انا دلوقتي يا استاذ جمعيه الانتقام رقم 2 جريده العروه الوثقى. يسكتوا؟ قال لك لا. رقم 3 جريده المؤيد. دي اتعملت يا استاذ في اطار ديني، اطار الجامعه الاسلاميه اللي نادى بها السلطان عبد الحميد الثاني. يبقى انا دلوقتي يا استاذ انا عندي 3 نقاط. عندي النقطه الاولى جمعيه الانتقام، النقطه الثانيه جريده العروه الوثقى، النقطه الثالثه جريده المؤيد. هذه ال3 نقاط اللي موجودين معانا. يبقى يا استاذ لما انا اتكلم عن بدايه الحركه الوطنيه في بدايه الاحتلال البريطاني اقول ايه؟ والله يا استاذ ان انا كان عندي مرحله خمود، جفت دماء الحركه الوطنيه بسبب وجود احتلال بريطاني، بسبب سيادتك المعتمد البريطاني اللورد كرومر، بسبب كمان خضوع توفيق للاجانب، سياسه النجلزه، الشخصيات الوطنيه تحولوا الى انهزاميين في عهد الاحتلال. بس برضه عندي بصيص امل اللي هو ايه؟ جمعيه الانتقام ذات السريه التامه اللي بتتشابه مع جمعيه حلوان بس كان هدفها عنف سياسي اغتيال الانجليز. يا اما جريده العروه الوثقى اللي بتتكلم عن الثقافه وبتتكلم سيادتك دلوقتي عن الاعلام، يا اما جريده المؤيد اللي كانت في اطار ديني. لغايه هنا الخديوي توفيق اوروفوار انتهى الحكم بتاعه، فرفط مات. البقاء لله. مش توفيق مات، عايزين نروح نعزي النهارده. تمام؟ هنعزف توفيق كلنا، الناس تيجي بلبس اسود، في الحريم ما ينفعش ان احمر على توفيق. ايامك سودة، ايامك سودة، هنروح في داهيه. هل الكلام ده صح؟ عباس حلمي الاول؟ امال عباس حلمي كام؟ هو مين عباس حلمي الاول؟ ده اللي جه يا استاذ بعد محمد علي، اللي هو من خلفاء محمد علي. اما يا استاذ معلش اشطب دي وخليها لي يا استاذ عباس حلمي الثاني. ماله؟
بيختلف عن ابوه تماما. شفت الواد توفيق المال للاجانب اللي الساتر بيقرا الدستور والحياه النيابيه؟ الواد عباس حلمي الثاني يريد تحرير مصر، يريد مزاولة يستاذ الحكم الفعلي والسلطة الفعلية داخل مصر بعيد عن المعتمد البريطاني اللورد كرومر. يا لهوي، عباس بيحلم ان يمسك السلطة الفعلية بعيد عن المعتمد البريطاني اللورد كرومر. طموح حلو، يعني عايز يبقى هو الكل في الكل، عايز ما يبقاش تحت سيادتك السلطة بتاعت الأجانب. فعلا الطموح حلو يا أستاذ والله. بس أقول لك حاجة يا عباس، أنت عشان خاطر تمسك سلطة فعلية بعيدا عن بريطانيا وتنفرد بمصر، أنت قدامك عقبات كتير. عقبات ده أنت قدامك حفر كتير. ليه يا أستاذ؟ تعال نشوف اللي هيحصل. أولا عباس، أنت نفسك تزاول الحكم الفعلي للبلاد، تمام؟ واحد، انت ازاي هتزاول الحكم الفعلي للبلاد في ظل وجود سلطه فعليه في يد المعتمد البريطاني اللي هو عمنا كرومر؟ يعني انت سيادتك عايز تتحدى سلطه كرومر نفسه وتشيل كرومر وتحط نفسك مكانه. طب احنا اسيب كرومر شويه على جنب عشان كرومر هيعلم الصح لعمنا عباس حلمي. طب ده النقطه. رقم 2، يا عم عباس، انت اصلا السلطه السوريه مقسومه ما بينك وما بين السلطان اللي هي السلطه الاسميه. يعني انت حتى كمان السلطه السوريه اللي انت قاعد بيها مش بتاعتك وحدك، مقسومه على 2، نص في يد الخديوي، نص الثاني في يد السلطان. يعني انت اصلا كمان ما عندكش سلطه منفرده. طب ما كده يا استاذ، ما دامت ان السلطه الاسميه لسه في يد السلطان، ده بيدل على ما زالت مصر تابعه للدوله العثمانيه. حلو خالص. يبقى انت دلوقتي الواد عباس عايز يمسك الحكم مين؟ الفعلي بدل السوري. يا عم عباس، عشان تمسك السلطه الفعلي انت عندك السلطه الفعليه في يد مين؟ المعتمد البريطاني كرومر. يبقى انت عايز تتحدى كرومر. رقم 2، السلطه السوريه في يد مين؟ الخديوي والسلطان. يبقى انت عايز سيادتك دلوقتي تعزل السلطان وتمسك نفسك الكل في الكل، بالرغم ان السلطان بيشاركك بالسلطه الاسميه. ده كله كون. ورقم 3، تطبيع الادارات داخل مصر بادارات انجليزيه. يعني انت عندك سيادتك دلوقتي ادارات موجوده في مصر السلطه بتاعتها انجليزيه خالصه. زي مين يا استاذ؟ زي صندوق الدين، زائد اداره السكك الحديديه. زي سيادتك دلوقتي ده السكك الحديديه والتلغراف اللي هو سيادتك الجرايد اللي هو زي البريد. عندك ميناء الاسكندريه، عندك دائره السنيه والدوامين، عندك الوزاره المختلطه. يا عم عباس والنبي يا شيخ ما تجرفنا معاك يا اخي. سلطه فعليه مين اللي انت عايز تاخدها؟ انت هتعدي من كرومر ولا هتعدي من السلطان اللي بيجسمك في السلطه، ولا هتعدي سيادتك من الهيئات دي كلها؟ ده انت الهيئات دي كلها اكبر دليل على فقدت مصر السياده. كده مصر ما لهاش سياده يا عم الحاج، وفي الاخر هتقول لي نفسك تمسك سلطه فعليه؟ راجل كسف على دمك. سلطه فعليه مين في الثلاثه دول؟ لا نصحصح عشان الناس بدات تنام. نرجع تاني، تمام؟ احنا قلنا من شويه ان الاحتلال البريطاني جفت دماء الحركه الوطنيه لمده كام سنه؟ لا انا الناس نامت معايا. لمده كام؟ طب لو شلت 10 خليها كام؟ عقد من الزمن. عقد منين؟ او نهايه القرن 19. حلو خالص. مصر كانت واقعه تحت الاحتلال البريطاني. رقم 2، سيادتك دلوقتي الزعامه الشعبيه حصل لهم ايه؟ اعتقال ونفي. اعتقال مين؟ ده غير اللورد مين؟ كرومر اللي سيادتك استخدم عمليه التخويف والترهيب للشعب. جفت دماء الحركه الوطنيه.
قلنا انا عندي 3 اشعه نور. 1 جمعيه الانتقام. جمعيه مين؟ لا صوتكم مش عاجبني. جمعيه زي الفل. رقم 2 جريده العروه الوثقى. رقم 3 جريده المؤيد. عرفنا يا استاذ ان خلاص توفيق مشى وجه مكانه مين؟ هو عباس عايز يمسك السلطه ايه؟ الفعليه. تمام قوي. طب يا استاذ هي اصلا السلطه الفعليه في يد مين؟ المعتمد البريطاني اللورد. طب والسلطه السوريه في يد مين؟ وعندك غير الادارات اللي موجوده عندك. بس برضه الطموح ايه؟ حال. توفيق يا بنتي بالرغم من المشاكل دي كلها الا ان الطموح عنده حل. توفيق ولا عباس؟ عباس ولا توفيق؟ ما احنا قلنا توفيق مش يا استاذ، جبتوا لنا ليه تاني؟ يبقى معايا مين؟ ايوه كده نصحصح شويه بدل ما الناس نامت. تمام؟ ما تيجي عباس جنبنا. تعال عباس. هذا انت ايامك مش عند العباس. اهلا اهلا حبيب قلبي. عباس جه. اتفضل اتفضل عباس اتفضل. عباس جه يا اولاد خلاص. تمام؟ المعلم عباس عايز يمسك سلطه فعليه. مش باين؟ تعال عباس شويه. كده عباس باين؟ بس عباس ما كانش تخين بالتخن ده كله. شكلك بتاكل لحمه ضاني يا ملكي. تمام؟ المعلم عباس عايز يمسك السلطه الفعليه يا استاذ في مصر بعيدا عن الاحتلال البريطاني. هتعملها ازاي يا عباس في ظل المشاكل اللي موجوده معاك؟ قال لي ما انا ممكن اعمل الحوار ده صح. ازاي؟ اول حاجه المعلم عباس هيبتدي يتحدى سلطه كرومر ذات نفسه. يا باي ده انت عارف يا حاج. ده يتحدى سلطه مين؟ طب يتحدى سلطه كرومر ازاي يا عباس؟ قال لك هو مش كرومر معين رئيس وزراء اسمه مصطفى فهمي؟ مصطفى فهمي ده استاذ اللي مع احمد عرابي وعبد العال اللي من العبيد. ما احنا قلنا سيادتك اصبحت حركه الوطنيه فين؟ تراجع واستسلام. اصبح مصطفى فهمي من مين؟ من العناصر النظاميه اللي اصبحت مياله لمين؟ يا كبد امك يا ابني يا حبيبي. يعني انت عايز تمسك هتعمل ايه في عباس يا؟ قال لك عباس هيقوم باعزال مصطفى فهمي من كرسي الوزاره بدون ما يستاذن مين؟ يعني عباس هيعزل فهمي بدون ما يرجع لكرومر. ودي عباره عن ايه؟ سلطه تحدي مباشر للورد كرومر. طب وايه تاني؟ هيعين واحد من عنده اسمه حسين فخري. خلي بالك كده راجل باشا خلاص مشي. جه مصطفى فهمي مكانه ودينا مشيناه. هيجي مكانه مين؟ عمنا حسين فخري. حسين فخري ميال لمين؟ لعباس حلمي الثاني عشان خاطر يتحدى مين؟ سلطه اللورد كرومر. عباس انت تعمل ده كله؟ انت مالك مندهش ليه يا عباس؟ طب ايه نوقف خلاص ونكمل الحصه الجايه؟